نظام FST7 اللي اخترعه هاني رامبود، واللي كل اللي جربه بيجزم ان هو جبار لو عاوز تكسر البلاتو عندك او جسمك مش بيتطور. فجرب التمرين ده وخلال اسابيع قليلة هتبدأ تشوف التطور عندك. وهو عبارة عن انك بتدخل التمرينة بتاعتك عادي مفيش مشكلة، وتيجي عند اخر شكل يفضل يكون شكل ايزوليشن او شكل عازل للعضلة، يكون على الكيبل مثلا بلاش الاوزان الحرة، وهتاخد 7 مجموعات على نفس الشكل ده، كل مجموعة من 6 ل 12 تكرار. بس الراحة ما بين كل مجموعة ومجموعة من 30 ل 45 ثانية بس، وكمان منهم من 10 ل 20 ثانية تعمل فليكس أو بوز للعضلة اللي انت بتتمرنها عشان تزود ضخ الدم للعضلة والبامب. والفكرة هنا لما يعمل ضخ دم جامد أو بامب للعضلة، فالفاشية أو الغشاء اللي حوالين الألياف العضلية يبدأ يتمدد، وده كمان اللي بيمنع عضلاتك إن هي تكبر زيادة عن اللزوم. فانت لما الغشاء ده يتمدد فبالتالي عضلاتك تبدأ تكبر اكبر فاكبر. لكن خلي بالك التمرين ده مرهق جدا للجهاز العصبي بتاعك، فيعتبر ما ينفعش تتمرنه اكتر من مرة واحدة في الاسبوع. وكمان تيجي اسبوع تعمل ديلود وتفصل خالص ما بينهم، ما عادش تعمله تاني، وتقدر ترجع له لكن بعد ما تكون عملت استشفاء جامد لجسمك وخلاص تتأكد ان جسمك هيقدر يتحمل بعد كده.